اوعي ترمي الكراريس القديمه ولا الكتب بتاعت ولادك، ده كنز في بيتك هنطلع منه افكار تحفه جدا ومفيده. جايبالك النهارده كذا فكره من الورق القديم هتدعيلي عليهم، ولو عجبكم الفيديو هنزل لكم افكار اكتر لاعاده التدوير من الورق القديم. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه من الكنز ده. هات اي ورق قديم عندك، كراسه او كتاب او حتى ورقه جورنال، وهتيجي من النص كده من عند الدبوس وهنقطع الورقه 2. اهم حاجه تبعد عن الورقه المقطوعه. هجيب عصايه الشيش طاووق وهلف عليها الورق بالشكل ده وهبرمها كويس عشان مش عاوزاها مهويه وعاوزاها ملفوفه لفه كويس. عند اخر طرف للورقه هلزقها بالصمغ او بنقطه شمع، ولو ما عندكيش لا ده ولا ده الزقها بنقطه ميه وهتلزق وهتبقى كويسه خالص. هلف الكميه اللي محتاجاها من الورق بنفس الطريقه اللي قلت لكم عليها دي. بعد كده هجيب برطمان مربى، برطمان ازاز يكون فاضي عندي مش محتاجاه، وهقطع الطول اللي انا عاوزاه من الورقه على طول البرطمان. ولو الورقه فكت منك كنت بتقصيها ما تقلقيش، ده ممكن يكون بس عشان ما لفتهاش كويس او اللزق ما يكونش كويس. لفيها تاني والزقيها هتبقى كويسه جدا واستعمليها. اسيب حوالي 5 سم من البرطمان من تحت وهلزق الورق داير ما يدور حوالين البرطمان. انا مش عاوزه اغطي البرطمان كله بالورق، وهنعرف دلوقتي ليه في الفيديو. هلف البرطمان كله بالورق وهشيل اي خيوط شمع على البرطمان وهنضفه كويس، والنقطه دي مهمه جدا. انا عندي الالوان المائيه دي وكنت محتاره بين اللونين دول، بس انا في الاخر استقريت على اللون البنفسج وهقول لك ليه في الفيديو. المفروض ان الالوان دي بيكون قوامها كريمي كده، بس انا بقالي فتره ما استعملتهمش عشان كده كانت ناشفه جدا، فانا ضفت لها معلقه ميه وفضلت اقلب كده لمده دقيقه لحد ما وصلت للدرجه اللي انا عاوزاها، ونقلتها كده في طبق فل وهبدا استخدمها على الورق. بصراحه كانت فرشه الرسم ضاعت مني، فانا استغنيت عن فرشه اي شادو واستعملتها. الالوان دي عندي من سنين كان سعرها رخيص جدا، حاليا انا مش عارفه سعرها كام. هي بتتباع في المكتبات الكبيره وفي منها جميع الالوان. عاوزه القوام يكون مائي ممزوج باللون اعرف افرده على الورق. بعد ما جربت اللون على ورقه خارجيه ووصلت للقوام اللي انا عاوزاه، هبدا الون الورق اللي لزقته على البرطمان. كل ما الون 5 أو 6 ورقات، وقبل ما احس ان الورقه هتبدا تنشف كده وتشرب اللون اللي بدهنه عليها، هرش عليها من الجليتر اللي بنفس اللون اللي دهنته. انا استخدمت اللون البنفسج بنفس الدرجه. اشتريت برطمان الجليتر ده ب10 جنيه، وكنت بنفض الزيادات منه من على البرطمان، وفي الاخر بلمها من على الرخامه عشان استخدمها تاني. وعشان الون فتحات الورق من فوق بالفرشه، لقيت البرطمان هيوصله من اللون وهيكون شكله مش لطيف، عشان كده لزقت عليه سولوتيب شفاف من بدايه الورق ونهايته عشان اعرف الونه براحتي. بعد كل مره كنت برش الجليتر على اللون، كنت بستنى نص دقيقه لحد ما الجليتر يثبت على الورق واللون ينشف بيه. خلصت البرطمان كله هسيبه لمده دقيقه، وبعد كده هشيل السولوتيب من عليه، واي زيادات من الجليتر هرجعها تاني البرطمان وهعيد استخدامها. عاوزه اقولك ان الكميه اللي اخدتها من الجليتر كانت اقل من ربع البرطمان. فرع اللولي ده جاهز كده ب5 جنيه، في حبيبات صغيره وحبيبات متوسطه الحجم. هلفها على البرطمان من فوق وهربطه داير ما يدور حوالين البرطمان. هحط حجر لونه ابيض بنفس لون فرع اللولي، وبوكيه ورده ابيض في بنفسج عشان يكون في ماتشنج كده بين الالوان وبعضها. وممكن كمان احط جواه شمعة مضيئه واغلف غطا البرطمان بالخيش، وهيكون عندي اجمل ديكور مضيء لونه تحفه واضاءته وفكرته مميزه جدا. انا اخترت اللون البنفسج عشان بنفس لون الوزره اللي في سيراميك حمام الضيوف. تخيلي بقى لما ديكور زي ده يزين الحمام هينقله في حته تانية خالص. تقدري تعمليه فازة ورد او تعمليه ديكور مضيء وجماله بيبان اكتر كل ما الاضاءه تقل. ودي كانت اول فكره، يلا بينا بقى نشوف الفكره التانية. انا عندي الورق ده هو لونه كده درجه من درجات المنت جري، انا مش هحتاج الونه، هو لونه رقيق جدا. هلفه بنفس الطريقه اللي قلت لكم عليها في اول الفيديو. هعمل منه كميه كبيره عشان تكفي الافكار اللي بعد كده. عندي الكرتونه دي هاخد مقاسها وهقطع الورق على نفس المقاس اللي اخدته من الكرتون. هلزق الورق اللي قصيته حوالين الكرتونه، وممكن طول الورق يخلف معايا سنتي او 2 زياده. هخلي اي زيادات في ناحيه واحده عشان بعد كده يكون سهل عليا ان انا اقصهم. هقص الزيادات من طول الورق، ولازم يكون المقص حامي عشان سمك الورق. في هنا غلطة أنا عملتها وقدمت خطوة عن خطوة، إني لزقت الشريط ده في الأول على حرف الكرتونة من فوق قبل ما أثبت ال4 جوانب اللي غلفتهم باللون الأبيض داخل الكرتونة. هغلف 4 جوانب على مقاس الكرتونة بقماش لونه أبيض وهثبتهم داخل البوكس. ممكن تستغني عن الخطوة دي، بس ده بيخلي البوكس متين أكتر وعمره أطول، وكمان بيوحد اللون. هنا كنت ثبت ال4 جوانب، هيفضل عندي بس قاع الكرتونة هغلف لها حتة وهثبتها زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وبكده تكون الكرتونة كلها اتبطنت وتوحد لونها من الداخل. هظبط بقى الشريط اللي لزقته في الاول على حرف الكرتونه وهثبته بالشمع. لو في اي زيادات في الشمع هشيلها عشان الشكل النهائي يطلع مظبوط. هظبط الشريط كويس وهخفي بيه اي فتحات للورق من فوق. هستعمل سكينه لان الشريط شفاف والشمع ممكن يحرق ايدي. هعمل قاعدة للكرتونة من تحت وهغلفها بنفس لون البطانة اللي عملت بيها الكرتونة من جوه. نفس الشريط هلزقه داير ما يدور على حرف الكرتونة من تحت. انا اخترت الشريط ده بالخصوص عشان يداري فتحات الورق وفي نفس الوقت شكله جميل. الشريط ده المتر منه ب5 جنيه وانا اخدت اقل من متر.
في مني جميع الالوان، بس اللون ده جميل قوي مع لون الورق. هلزق الشريط على القاعده اللي غلفتها وثبتها على البوكس. لحد هنا كنت خلصت اساسيات البوكس، الباقي كله على حسب ذوقك وعلى حسب المتاح عندك. انا هلزق استراس على اخر حرف الشريط من اول البوكس واخره. الاستراس ده المتر منه كان ب15 جنيه وانا اخدت اقل من متر. ممكن تستبدليه باي بديل تاني متاح عندك، وممكن تستغني عنه خالص ويكفي الشريط اللي احنا لزقناه. الماده اللاصقه اللي انا بثبت بها الاستراس ده اسمه بي 1200. هو ماده سايله كده زي الامير، بيلزق لزق قوي جدا ومش بيسيب اثر. هثبت استراس برضو عند اخر حرف الشريط من تحت وبس كده. بقى عندي اجمل منظم، فكرته خارج الصندوق. ممكن انظم فيه ريموتات التلفزيونات وشواحن التليفونات على ترابيزه الانتريه، او ممكن ازين بيه تسريحه البنات وانظم فيه فرش وزيوت الشعر، وشكله لوحده تحفه ومحدش هيصدق انه من الورق. الفكرة التالتة دي بقى اقربهم لقلبي لانها غيرت لي شكل السفرة 180 درجة. هحتاج صفيحة سمنة قديمة وهسوي طروف الورق من فوق ومن تحت، وهلزق الورق بالطول على صفيحة السمنة بشكل تدريجي، والتدريج هيكون لكل 4 ورقات. وهرجع اجيب من الاول. كل ما هلزق ورقة هثبتها لمدة ثانية بايدي عشان ما اسيبش فراغات بين الورق وبعضه والورق يكون مظبوط. في النهاية خالص بعد ما اخفي شكل صفيحة السمنة، لو لقيت مكان فارغ مش مكمل سمك الورقة هقصله حتة على قده وهثبتها. كل الافكار اللي بقولك عليها دي يمشي معاها اي نوع ورق، ورق كراريس، ورق كتب، ورق جرايد، اي ورق قديم عندك، اهم حاجه ما يكونش مقطوع. هاخد المقاس الفارغ عندي وهقص ورقه على نفس المقاس بالشكل ده وهثبتها بالشامه. بعد ما اكون انتهيت من الخطوه دي وغلفت كل صفيحه السمنه بالورق، بصراحه لحد دلوقتي من غير ما اعمل فيها اي حاجه شكلها جميل جدا، وتدريج الورق مديها شكل تحفه جدا. اللي جاي برضو على حسب ذوقك. انا هنا هستخدم الاسبراي والجولد، انت ممكن تستبدليه باي لون تاني متاح منه كل الالوان، بس افضلهم طبعا الذهبي. انا اشتريته ب55 جنيه، استخدمته 3 مرات، يعني العبوه دي كويسه جدا وحجمها مناسب. وبس كده بقى عندي اجمل فازة ورد من صفيحة سمنة ورق قديم، ممكن ابدل فيها كل بوكيهات الورد على حسب ذوقي وعلى حسب الديكور اللي يليق عندي. لحد هنا انا كنت وصلت لاخر الفيديو. لو عجبكم الافكار وعاوزين افكار اكتر من الورق القديم اكتبوا لي تحت في التعليقات، وان شاء الله اقدم لكم افكار مفيدة واقتصادية.